شوكاونا الحاج خويا. واش دير الله غير بصح معليش حنا الجزائريين عندنا النيف. نيفو والله الخساره. والله حنا ما بالناش بهم نورمال كي نروحوا لهيه. انا كنت جيت منهم يروحوا لهيه ما يلعبوش، يدخلوا باللوغو هذا ما يلعبوش والله لطفي. ما علاه دايرين حنا فيدراليه ودايرين مسؤولين خالصين وكذا يا سي الحاجه، يا هذه هي ودي درك. والله غير نقول لك كلمه، حنا والله غير على النيف نموتوا. حنا من عند ربي دوك بزاف حنا هذه الخصله هذه تربينا عليها. مم. فاهم. ايه كيما يكون. اليوم يخرج خبر العشيه يا خاوتي ويقول باللي فينالمون اتحاد العاصمه سيعاقب وهو الخاسر وهو لا فوت تاعو. لكن دابور الكلوب خاطي، الكلوب تبع واش قالوا له لي ديريجون، واش بارطاجيو قالت باش له يوصل البلاد الى التويجه اخره يعني. لكن خلينا في الكادر سبورتيف، قال لك باللي يعتبروا اللي خاسرين 3-0 وكذا وكذا، وباللي راح تكون عقوبات، وباللي الماتش راح يلعب نهار الحد. بون انا كي شفت هذه في صفحات قلت هذوما مواقع تاع المغرب اكيد يتسبقوا في الاحداث، لكن قبيله شويه خرجت في الصفحات في المواقع الجزائريه في الشروق وفي النهار، والكاف تعتبر اتحاد العاصمه منهزما 3-0 في لقاء الذهاب. ماتش ما تلعبش يعني، واتحاد العاصمة كان داخل الميدان والكاف فصلت. بالكم باللي يولي لو بوا تاع كل بلاد، لو بوا كل شاه دبلوماتيك فسميه واش تحب اللي يلعب عم بنا، لأنه القانون باين وواضح. القانون واضح. هنا تولي وشفت باش نأكد الخبر قلت سي با بوسيبل، ما قدرتش نمنها، قلت سي با بوسيبل يعاودوا الماتش بير ولا ما عم باليش واش يصير. انا ما تخرجش يعني. سمعت لا سول شان اللي سمعت هذه دزاير تيوب الله اعلم هما اللي هدروا الخبر. تفضل في القنوات الجزائريه تفضل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العاجل. كشفت مصادر مقربة لدزاير تيوب أن الكاف اعتبر اتحاد العاصمة منهزما بنتيجة 3 أهداف دون رد في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي، علما أن ذات المصادر كشفت أن الكاف برمجت لقاء العودة الأحد المقبل. في ذات السياق الاتحاد أودع طعنا على مستوى محكمة التحكيم الرياضي الدولي الطاس، ويضرب قرار الكاف عرض الحائط في انتظار معرفة أدق التفاصيل في الساعات القادمة. دونك لهنا يا خاطي سي كيما قلنا هذه تسيير درك سي بون. احنا اعترفنا باللي الكاف تسمى يعني هي والقوانين جو بونس با يتفاهموا في بعضهم، ولات قضيه شكون يضغط، شكون عنده نفوذ. الجزائر القوة الضاربة مع كل علاقاتها والدبلوماسية ومكانتها كقوة إقليمية في إفريقيا وكذا، قدرتش حتى يعني باش الكاف تطبق القانون برك. ما قلناش يا سيدي باش تعقبها يعني ولا تعفس القانون، باش تطبق. كل هذه القوة اللي نحكيو عليها ما قدرتش حتى على الكاف. أنا فما بالك القوة الأخرى ديك القوى العالمية هذيك اللي ما نحكيوش عليها تسمى كاف برك. احنا عم بالنا، انا متاكد وربما المحللين عم بالهم باللي القانون راهو في صف يعني الاتحاد العاصمه، لكن وش عجب يا اخي. يعني هل احنا اللي ضعاف ولا هل هما اللي قويين ولا هل الكاف اللي ضعيفه؟ الله اعلم. المهم رانا كل مصدومين من هذا ولو انه عم بالنا كوره ودا لعب وبركه، ولكن الرمزيه تاعها عندها اسكو هما اللي يعني كبروها فوق اللازم ولا اسكو الله اعلم يا اخي، الله اعلم. لكن قرار كما هذا راح يزيد ربي يجيب الخير. انا اعتبرته خبر يعني مؤسف وخبر يعني قاس الشعب الجزائري، خاصه دوك اليوم كل لي بلاطو يحكيوا عليه، لا شركه الحليب لا 50% لا والو. الناس كل تولي درك غنان في هذه، وبيان سور راح تطعن ولا تروح الطاس هذيك وتروح دوموندي الى اخره، وننتظروا في بيان الاتحاد. دونك حبيت نحكي عليه لانه حدث صرا اليوم على السخانه، والفالي حنا نيفوكيوه سون بور اوتون نقول لك هذا ولا يعني شكون لافوت. ولكن قلت لك برك باللي فينالمون الكاف يعني انصفت بركان، ويعني تقريبا والماتش نهار الحد تما كون ما يروحوش تاعنا نهار الحد عاوز يقول اليميني، وتولي يعني تولي قضيه واحده اخرى خلاص، وحاس يقول كيفاه لا كوب دافريك والى اخره. ربي يجيب الخير يا خالتي، ربي يجيب الخير. احنا ندعيو برك انه ربي يألف القلوب وتكون كيما بكري فير بلاي والعب بركه
تبقى في اطار رياضي، لكن الله اعلم. شكرا. نزيدوا درك اخويا المخرج نرجعوا للمكالمات بعد هذا الخبر اللي كناش ننتظروه. ابناء الشهداء سي الحاج من البوليده، السلام عليكم يا الحاج. السلام ورحمة الله، كي راك؟ لاباس ان شاء الله تكون بخير، الحمد مرحبا لله. بك. الله لاباس. اسمع تفضل يا لطفي، الحاج. سقستي على نهار البركان هذيك. اخويا شوكاونا الحاج خويا. واش دير الله غير، بصح معليش حنا الجزائريين عندنا النيف. نيف الخساره. والله حنا ما بالناش بهم نورمال، كي نروحوا لهم انا كنت جيت منهم يروحوا لهم ما يلعبوش، يدخلوا باللوغو هذا ما يلعبوش. والله لطفي ما علاه دايرين حنا فيدراليه ودايرين مسؤولين خالصين وكذا يا سي الحاج، هذه هي درك. والله غير نقول لك كلمه، حنا والله غير عندني في نموتوا، حنا من عند ربي دوك باش نحينا هذه الخصله هذه تربينا عليها. فاهم؟ ايه ولا لا؟ لا انا ربوني والدي جيب حقك يا خويا، دبر راسك كيف تطلع تو تجيب حقك. حنا والله ما لبنا بالخساره. فاهم؟ ايه فاهم، من حقك تقبل الخساره، من حقك الحاج. نسقسيك برك اسمح لي انا شوف الناس كيما قال لك دخلت تشيري والطوموبيلات على بالك لا ميزون معمره لاشين باش تشوف اللي الجزائر عندهم ما كاش في العالم الطوموبيلات اللي يديروا لهم لاشين غير في الجزائر. صح والله كيما نحكي لك باش تشوف الناس عندنا دراهم. اسمع لطفي، درك على بالك درك على بالك يولوا الناس يسمعوا الشيري كاينه وكاع، كاين اللي خسر 60 70 مليون وباع الطوموبيل ما على بالوش نورمال عادي. فاهم؟ والله كيما نحكي لك، والله سوق روح تشوف تشوف عينك. الشعب الجزائري عنده الحمد لله، والله غير عندهم الدراهم في الجزائر، والله الحمد لله. الشعب ما لا بالش بالخساره، ما لا بالو بوالو. بصح واش انا حبيت نسقسيك في حاجه خويا لطفي معليش. تفضل. احنا دراهمنا حنا نمولوا باغ اكزومبل في الصحراء الغربيه نعطوا الدراهم. فاهم؟ ليبيا تونس نعاونوهم كاع، بصح كاع دراهمهم غاليين على دراهمنا، ما فهمتش. وحنا عندنا الاقتصاد خير من واسمه، هذه المشكله ولا لا؟ احنا المهم عندنا النيف برك الحاج برك. لا بس احنا عندنا دراهم والله غير بالك. شو روح لطفي صح. شو نحكي لخويا مليحه، انا والله ما نقدر. قضيه الحليب والله غير كاين الحليب في الجزائر اقسم بالله الناس تدي لاشان تروح. شوف اسمع البوشي اللحم لاشان، الناس عندها الدراهم ايش. اسمع لطفي رانا شحال احنا رانا شعبيه في العالم 8 ملايين 8 ملاير. ابري ما دير صح. ما كاش اللي يرمي الخبز كيما الجزائريين صافا. قطعت الحاج. والله الحاج صح، عمالكم صح. هنا الشعب الوحيد اللي يدير لاشين على الطوموبيلات. الدزان ويجري واش ندي طوموبيل. الزول في اللون. هلا الزول لطفي صبا. لاباس الحمد لله، مرحبا بك سي عمار. انا نبغي ندخل بركه هذاك تاع اتحاد عاصمه والبركان هذاك تاع المروك هذاك. ايوه واش رايك في القرار اللي خرج هذا؟ الخريطه هذاك ما فيهاش كاع معنى، يدخلوا خليه يدخلهم كيما يحبوا اسيدي. واش رايك يعني انت تشوفها يعني؟ الو وي نسمعوا فيك حاب نعرف رايك. كيما يحبوا، واش دخلوهم يدخلوا بالخريطه كيما يحبوا، ما يحبوا يدخلوا بالسيرفيس بون كيما يحبوهم كاع، كيما حنا تيزي كان بكري ندخلوا للصاد ينحونا درابو تاع ايمازيغن هذاك ينحوهم في الباب. صح، ولاد كثير على كل حال وقراءات مختلفه. سي محمد من الجزائر. السلام عليكم اخويا لطفي. مرحبا بك اخويا محمد، اهلا وسهلا. والله انا اخويا لطفي حبيت نتكلم على اصحاب الفتنه تاع المطار هو ريبو بدين تاع الفتنه هادو اللي جاو الخريطه وحابين يشعلوا النار بيننا وبين المغرب. هادو علاش ما غدش بصروا وخلاهم يدخلوا يلعبوا الماتش ويروحوا يطبقوا لبلادهم. خم الفتنه هذه اللي داروها هادو اللي يخدموا في المطار هو ريبو بدين. ونقولوا لهم لو كانوا نقولوا دخلت الجزائر في حرب مع المروك 20 سنه والدماء تسيح، انتم السبب
انتم اصحاب المطار، صار جبار اسمه هذا جبار معنا، انتم اصحاب المطار، انتم اللي حبيتوا تشعلوا النار. انا محمد من الجزائر، انا المغاربه عدو جديد هذا، انا عندي عدو قديم، فرنسا، عندي عدو قديم، انا فرنسا، انا العدو الجديد هذا ما نستعرفش به، هذا حابين يديروه. انا كنا نقول لك شكون هذو حابين يديروه، جماعة حيدرة حابين يشعلوا النار. انا عندي عدو قديم فرنسا. شكرا يا سي محمد على رأيك، بارك الله فيك، هذا رأيك ويحترم. حتى انا تاع الهوند انا نسحبوا اليوم، الرئيس تاع الاتحادية تاع الهوند تكلمت على سبب انسحاب لي جوار تاع الهوند من الدورة اللي في المغرب، الدورة العربية تاع الهوند موان 17. تفضل اخويا. احنا تفاجأنا في السيرموني تاع الافتتاح تاع الماتش الاول بالنشيد الوطني تاعنا يتقطع داخل القاعة في المباراة اللي كانت في المغرب. احنا بالنسبة لنا هذا اكت جراف يمس السيادة الوطنية، واحنا ما نرضى اي شيء ولا اي انسان كان يمس بالسيادة الوطنية وباي مقوم من مقومات الدولة. النشيد الوطني راهو مقوم من مقومات الدولة. احنا كاتحادية ولا كاشخاص ولا كجزائريين نرفض هاد التصرفات، واتخذنا موقف، والحمد لله ان شاء الله تبعد ما تكونش هذه التصرفات باش ما تكون تنافس. دائما احنا رياضي واحنا هذه المنافسه تهمنا باسكو نحضروا بها الفرق الوطنيه تاعنا. مالوغوزمون كان هذا الموقف اللي احنا رفضناه بشده، وان شاء الله ما تتعاودش في المناسبات الاخرى. وتحيه للجزائر. بيسير احنا مع سياده الدوله، مع الرموز الوطنيه، واحنا مع سياده الجزائر، واحنا كل هنايا كاتحاديه كلاعبين كرياضيين، في الاخير احنا جزائريين. أندية النصر والاتحاد والأهلي السعودي تتزاحم على الظفر بخدمات المغربي سفيان رحيمي. دخلت مجموعة من الأندية السعودية في سباق لضم الدولي المغربي سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب عدة مصادر فإن أندية النصر والاتحاد والأهلي السعودي تتزاحم على الظفر بخدمات رحيمي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وجاء ذلك بعد تألق اللاعب المغربي في مباريات العين هذا الموسم، خاصة في دوري أبطال آسيا، وقيادته للفريق الإماراتي لإقصاء كل من الهلال السعودي والاتحاد السعودي، خاصة أن الهلال السعودي كان مرشح الأول للفوز باللقب الآسيوي. وأضافت ذات المصادر أن عددا من مسؤولي هذه الأندية تواصلوا مع محيط اللاعب المغربي من وكيله ومسؤولي نادي العين من أجل جس النبض. يذكر أن عقد سفيان رحيمي مع العين الإماراتي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.